السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخنا مطبخ المماسة. النهاردة جاية لكم بوصفة تشيكن وينجز مقرمشة ومعاها مكرونة جوسي حلوة قوي. إيه ده شكل المكرونة التشيكن بتاعتنا الوينجز. هنبدأ دلوقتي ونقول بسم الله مقاديرنا. معانا كيلو من الأجنحة فاصلين الجزئين من بعض، مغسولين كويس جدا متنضفين، شايلين منهم الجزء ده والجزء ده لان بيبقى فيه زفارة الاجنحة. ده شكل الاجنحة بتاعتنا. معانا كمان كوباية من الدقيق، 3/4 كوباية من اللبن، جبنا بصلاية بشرناها خدنا العصير بتاعها. هقول البهارات دلوقتي، بس هعمل خطوة قبل ما اقول البهارات. هنجيب مناديل مطبخ، هنبدأ ننشف الأجنحة بتاعتنا كويس قوي من لو في أي مية فيها بالشكل ده. بعد كده هنجيب أي علبة بلاستيك أو بولة عندك، هننزل فيها البهارات. هنبدأ نقول البهارات، ركزي فيها واحدة واحدة. تابعي معايا بالطريقة دي هتلاقي الأجنحة مقرمشة قوي وحلوة قوي. معانا معلقة من البهارات المشكلة، رشة من القرفة، ربع معلقة من الشطة، دي اختياري ممكن تستغني عنها لو انت بتحبيش الحاجة سبايسي. معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معانا معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من الكاري، معانا بهارات معلقة كبيرة من البهارات الفراخ. الملح انا ما بحددش كمية للملح لان بتبقى حسب ما انتي بتحبي الملح بتاعك. هنقلب البهارات كلها في بعضها وننزلها في البولة بالشكل ده. اللي لسه اول مرة يدخل يتابعني ما ينساش يعمل لي لايك وشير ويفعل لي زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من اشعاراتي. هننزل عصير البصل او مية البصل، هنزل كمان معاهم اللبن. هنقلب، ولو ممكن تستبدلي اللبن بمية مفيش اي مشكلة. هنقلب كله في بعضه الخليط عشان البهارات وكله يدخل في بعضه. بعد كده هنبدأ نضيف اللبن الدقيق واحدة واحدة، ولو احتاجنا انا كده كده هحتاج هزود مية بعد كده. لو لقيت الخليط بتاعك تقيل، انا محتاجة التتبيلة بتاعتي دي قوامها قريب للكريب، لا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. نزلنا بالدقيق، نبدأ نقلب، نخلط التتبيلة كلها كويس جدا مع بعضها. كده تقيلة هنبدأ نزودها مية، يعني تقريبا التتبيلة دي خدت مني حوالي كوباية ونص من المية او كوباية وربع من المية، او الحليب عندك ده استعمليه مفيش اي مشكلة. ده القوام النهائي اللي انا محتاجاه. هنبدأ ننزل فيه الأجنحة، نقلب الأجنحة كويس جدا في التتبيلة بحيث ان كل الأجنحة يوصلها التتبيلة. هنبدأ نغطي عليها ونسيبها في التلاجة من ساعتين ل3 4 ساعات زي ما انت عايزة تعمليها من بالليل اعمليها من بالليل، وده افضل جدا، هتاخدي احلى طعم أجنحة. هنعمل معاها برضو مكرونة بطريقة حلوة قوي وجوسي وهتعجبك فعلا، جربيها. اول حاجه معانا 3 طماطميات هنقطعهم مكعبات صغيره، 3 فلفل اخضر مكعبات صغيره، معانا قرن فلفل حراق، معانا 2 مكعب مرقه، معانا بصلتين كبار مضروبين في الكبه، معانا البهارات بتاعتنا معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من الملح، معلقه من البهارات المشكله فقط لا غير. معانا دول كيلو من الطماطم مضروبين في الخلاط عصير. هنرفع حلة على النار، هنحط فيها المادة الدهنية بتاعتنا، سمنة على زيت، دي سمنة بلدي بتخلي ريحة المكرونة فظيعة.
بالشكل ده. انا زودت كمان سمنه على فكره، بتخلي ريحتها حلوه قوي. هننزل بالبصل بتاعنا في الزيت والسمنه. نهدي النار شويه عشان النار كانت عاليه. هننزل عليهم كمان بالخضار بتاعنا كله اللي احنا مقطعينه مكعبات. هنقلبهم ياخدوا تشويحه شويه مع بعض. ريحتها وهي بتتقلب في النار في الوقت ده كان حلو قوي. في حاجه انا نسيت احطها، بس هقول لكم عليها دلوقتي. هناخد من العصير بتاع الطماطم 3 4 معالق. لو عندك صلصه طماطم زوديها بدل العصير، هتبقى احلى طبعا. انا حطيت بعد كده صلصه طماطم، لان الطماطم بتاعتي ما كانتش حمرا. حوالي نص معلقه من الثوم كان المفروض ننزل بيها في الاول. هنشوحها مع الخضار بتاعنا والبصل. بعد كده هنجيب المكرونه، اي نوع مكرونه عندك. دي كانت مكرونه فرن. اي نوع مكرونه حابه تعمليها، سباجيتي، اي مكرونه اعمليها في الوصفه دي. هنقلب المكرونه، حطينا كيسين من المكرونه. نفضل نقلبهم كويس جدا لحد ما تطرى شويه، تحس ان المكرونه بدات تطرى شويه. هننزل عليها بعصير الطماطم، وهنزودها كمان ميه. كده زودنا الميه. في زودت كمان حوالي معلقتين من الصلصه، بس انا ما جيتش في التصوير. بس انا قلت لك لو انت الطماطم بتاعتك او العصير الطماطم مش حمرا، ممكن تزوديها بصلصه. آه، قبل ما تنزلي بالمرقه. هننزل دلوقتي بالمرقه. قبل ما تنزلي بيها كسريها كلها، والبهارات كمان، ونبدا نقلب ونسيبها تستوي براحتها على نار عاليه. وبعد كده نهدي عليها النار لما تشرب الصلصه بتاعتها. لو مش بتحبيها جوسي قوي والميه بتاعتها الصوص بتاعها كتير، ممكن تقللي الميه شويه. دلوقتي هنبدا طلعنا الاجنحه بتاعتنا من التلاجة. جبنا دول حوالي كوبايتين من الدقيق، عليهم نص كوبايه من النشا، عليهم البهارات اللي احنا تبلنا بيها الاجنحه، اللي هي الكركم، كاري، بهارات مشكله، ملح، قرفه، بهارات فراخ. كل ده هندوبهم مع بعض ونقلبهم في الدقيق والنشا، ونبدأ نعمل كفر للأجنحة. جربيها بالطريقة دي وإن شاء الله إن شاء الله هتعجبك. والكفر عمره ما هيفك من على الوينجز. هنغطي الجناح كله بالدقيق. بعد كده هننزل في مية، ونرجع نرجعه تاني في الدقيق بتاعنا ده. لو انت عايزة تزودي الكفر بتاعك شوية، نرجعه تاني في الدقيق بالشكل ده. نعمله كده بين ايدينا، هتلاقيها بيديك الشكل اللي انت بتجيبيه من بره، شكل الاجنحه او الدبابيس او اي حاجه زي الكنتاكي، مقرمشه قوي من بره. هعمل معاكم واحده كمان وهكمل الكميه بقى. اعملها في الدقيق والميه. نزلناها في الميه، رجعناها تاني الدقيق. مش هقول لكم قد ايه كانت حلوه قوي.
هكمل كميتي بقى كلها. الخطوة اللي بعد كده هرفع حلة على النار فيها زيت ونسيبها تسخن وتكون سخنة كويس جدا. نبدأ ننزل فيها الأجنحة بتاعتنا ونهدي النار، نهدي النار خالص عشان تاخد تسوية كاملة. ده شكل التشيكن وينجز والمكرونة. المكرونة قد ايه كانت جوسي قوي والصوص بتاعها كان باين. ده قطعتها لكم، بتتقطع بسهولة، وشايفين اللحمة بتاعتها من جوه بيضة الحمد لله مستوية. جربي معايا الطريقة واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.